لو بنعمل فيلم عن رسول كان هيبقى اسهل شويه من فيلم ام كلثوم. عيب يا فندم يا محترم لما تقيس مقام النبوه ورساله النبوه برساله واحده بتمثل زي ام كلثوم، وبالذات لما يكون الرسول ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومحدش يقول لي ده هو قصده خير ونيته صافيه، ده هو بس بيستعظم مدى تعبه في كتابه روايه ام كلثوم، لكنه ما يقصدش ان هو يهين الرساله النبويه ومقام النبوه. احب اقول لك ان ده كلام مخالف للعقيده، زي بالظبط اقول لك لو ربنا نزل لي من السماء عمري ما هكلمك. هو انت مين عشان ربنا ينزل لك؟ وايه الاستخفاف بمقام النبوه والاستخفاف بالذات الالهيه ده اسمه تجرؤ على مقام النبوه وسوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جميع الانبياء. دين والشرع خط احمر، مفيش حاجه اسمها مش قصدي. ما تدخلش الشرع والدين والقران والسنه في كلامك وتقول مش قصدي. عندك اي مثال اضربه. نبعد عن الدين عشان تسلم في الدنيا والاخره. الليله دي هي ليله الجمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بيقول اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعة وليلة الجمعة. فردا على هذا الإنسان المتجرئ على مقام النبوة، أنا عاوزكم توصلوا الفيديو لملايين الخلق عشان كل الناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنساش أنت كمان تصلي على النبي في التعليقات: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.